السلام عليكم، اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. فيديو النهارده مخصوص لست البيت اللي نفسها تعمل تورتايه لكن قلقانه ما تظبطش، قلقانه الشكل ما يطلعش حلو، نفسها تعمل تورتايه شكل وطعم شغل المحلات. النهارده هنعمل مع بعض تورتايه بنفس وشكل وطعم شغل المحلات. بس اتمنى في البدايه ان انتوا ما تنسوش تضغطوا على اللايك وتعملوا شير للفيديو عشان كلنا نتعلم من بعض. هنعمل النهارده مقدار تورتيه شيك قوي قوي، تقدري تعمليها لاي مناسبه عندك في البيت، وتقدري كمان تاخديها هديه لاي حد عزيز عليكي، تعملي له حاجه حلوه من ايديكي. مفيش اسهل وابسط من كده. كمان هنستخدم صواني البيت، مش هنستخدم خالص صواني خاصه بالتورت. تورته النهارده هنعملها في الصينيه المستطيله الكبيره، كلنا عندنا طقم الصواني المستطيل الكبير. هناخد الصينيه الكبيره وهنعمل فيها المقدار اللي انا هسيبه لكم في صندوق الوصف. طيب لو انت بقى قلقانة من التقطيع، ما عنديش المنشار، مش عارفة الطبقات هتطلع مظبوطة ولا لأ، ودي مشكلة بالنسبة لي. طب انا هقولك على حل تاني خالص. انا النهاردة انا استخدمت الحل دوت عشان اوريكم ان الدنيا سهلة جدا. في صاج مجلفن مقاسه 20 في 30، هو نفس مقاس صينية المستطيلة الكبيرة دي. الصاج ده سعره دلوقتي حوالي 25 جنيه. انا هجيبه هعمل فيه المقدار، لكن هعمله على 3 مرات. برضه هسيبلك في صندوق الوصف المقدار بتاع الصاج. هي مشكلته بس ان احنا هنخبز 3 مرات على 3 مرات. لكن مش مشكلة غاز خالص، لان هو ما بيقعدش في الفرن 10 دقايق بالظبط ويكون مستوي. بيوفر عليا فعلا فعلا موضوع التقطيع، وموضوع ان الطبقات هتطلع متساوية ولا لا. سهل جدا جدا، ان شاء الله هتجربوها هتعجبكم. خلاص انا طبقاتي جاهزة، مش مستاهلة تقطيع، كل ما في الامر ان انا سبتها تبرد هبدأ افنش التورتاية بتاعتي. طب لو انا ما عنديش القاعدة الدوارة هعمل ايه؟ هجيب صينيتين مدورين، واحدة تكون صغيرة خالص وواحدة تكون اكبر مقاس، واقلبهم على وشهم، احط الصغيرة تحت وفوقيها الكبيرة. كده انا عملت قاعدة دوارة في منتهى السهولة. هنا بقى هبدأ ان انا احط القاعدة بتاعتي واشتغل التورتاية بتاعتي. انا هستخدم في التورتايه دي كوبايه وربع من الكريمه حشو وتغليف. لكن لو خدتوا بالكم الكريمه لونها بينك شويه، دي مش كريمه، ده موس فراوله. انا دايما بحب اشتغل بيه التورت بالذات في الصيف عشان طعمه حلو كده، بيدي طعم الايس كريم. تقدري ان انتي ما تستغني عنه، بلاش هو، اعملي مقدار الكريمه هتستخدميه في حشو وتغليف على طول. هسيبلك مقدار الكريمه في صندوق الوصف، وهسيبلك مقدار الموس الفراوله لو عايزه تستخدميه حشو هسيبهولك برضو في صندوق الوصف. هنحشي بقى الطبقات بتاعتنا. مهم جدا ان احنا نسقي الكيك بتاعنا عشان يفضل رطب كده ويبقى طري كده، مش يعني في بعض المحلات بنجيب منها التورت بتحس ان الكيك مفرول. ده كيك ما بيبقاش مسقي خالص، فبيبقى عشان كده مفرول. فانت بقى هتعملي ايه؟ احنا ده شربات حلويات عادي خالص، الحلويات الشرقية. بتحطي كوباية سكر على كوباية سكر عليها كوباية من المية وعصرة ليمونة وتسيبيهم يغلوا 10 دقايق بالظبط او اقل، ويبردوا. وبعد كده تبدأي ان انت تحطيه في ازازة او بفرشة عادي خالص، بليها منه واسقي الكيك بتاعك. انا هحط الطبقات بتاعتي، وبصوا بقى انا يعني ايه، انا مزوده الحشو يعني مخليه الحشو جامد كده وتقيل. الاحمر دوت ده صوص فراوله انا عاملاه في البيت. طبعا مفيش فراوله دلوقتي عشان اقولك اعمليه ازاي، لكن تقدري ان انت تجيبي صوص الفراوله ده من محل مستلزمات الحلواني، لكن هيبقى عباره عن صوص مفهوش اي قطع. لو مش عايزه تجيبي ده ولا ده تقدري تستخدمي مربى الفراوله. بتقلبيها بس تقليبه عشان بالمعلقه كده عشان تخف معاكي، واستخدميها في الحشو. والله بتدي نفس طعم الصوص اللي انا عاملاه في البيت ده. بيبقى طعمها غني وجميل جدا جدا في الحشو بتاع التورت. هبدأ بقى خلصت الطبقات بتاعتي. طبعا هنحط الطبقات بهدوء جدا، بحيث ان انتي الطبقة تبقى فوق الطبقة بالظبط، ما تملش معاكي يمين وشمال. بعد ما اخلص الطبقات بتاعتي هقوم جايبه اخر معلقه كده او معلقه كده من الكريمه، الم بيها بس الكيكه بتاعتي او الاسبونج بتاعي، اداريه كده بحيث ان انا دايما سبونج الفانيليا بيطلع منه فتافيت اكتر كده من سبونج الشوكولاته. فبقفل انا بس الفتافيت دي كده علشان لما اجي احط الطبقه الاخيره بتبقى صافيه ورايقه، ما يبقاش فيها اي هري الكيك وشكلها ما يبقاش ظريف. في المرحله دي بعد ما اخلصها ضروري جدا ادخلها التلاجة اقل حاجه نص ساعه، الطبقه دي تتماسك والتورتيه تمسك في بعضها كده وتظبط عشان اعرف اتمكن منها وانا بقفلها.
هاخد بقى بقية الكريمة بتاعتي. لو انت بقى عاملة كله كريمة، فطبعا انت في فترة ما هي في التلاجة دخلتي طبعا الكريمة التلاجة، هتطلعيها تدعيدي عليها ضرب تاني بالمضرب او بالسباتولا، ضرب جامد لحد ما ترجع قوامها زي ما انت ضربتيها في الاول، ونبدأ نغلف بيها على طول بقى التورتاية بتاعتنا. جالي سؤال كده في التعليقات بيقول لي يعني ايه تجليس التورتاية؟ فتجليس التورتاية هو عبارة عن تغليفها من الخارج بنفس الشكل كده، تقفيلها وتغليفها بالكريمة بنفس الشكل المتساوي ده. طب انا بقى مش عارفة اجلس ومش عارفة اقفل، وشغل المحلات وشغل اللي احنا بنشوفه في الفيديوهات ده مش نافع معايا، هعمل ايه؟ انا هقولك حاجة سهلة جدا. احنا هنحط الطبقة اللي فوق دي، اهم حاجة تساوي الشكل بتاعك، مش يبقى اهم حاجة فيه ان هو ما يبقاش جنب عالي وجنب واطي، يبقى كله متساوي، والكيك كمان يكون متداري، ما يكونش باين منه. يعني هتحطي طبقة محترمة على الوش وتسويها كويس جدا، وما تقلقيش كل اللي هينزل من على الجوانب ده هتقومي واخداه لفاه على جوانب التورتايه بتاعتك، تلفي يمين وشمال كل الاربع جوانب كده بحيث ان انت تداري برضو الكيك. وبعد كده هتبص تلاقي الحروف بتاعة الكريمة ظهرت على الوش من فوق كده. خلاص انا تمام، كله تمام. بصوا لسه باين كده حاجات بسيطة من الكيكة انا هداريها. وبعد كده بقى التجليس بتاعي مش هتعب فيه، لان انا هستخدم السكرابر المشرشر ده. بصراحة السكرابر ده بيداري اي ديفوهات في تقفيل التورتاي، سهل جدا جدا لاي حد مبتدئ في موضوع التجليس. مفيش اسهل من السكرابر ده. طب انا ست بيت وما عنديش كل الخامات دي، السكرابر ده بديله ايه؟ بديله اي سكينة تكون مشرشرة، بس يعني لو عريضة تكون افضل، وتمسكيها كده من الجنب البارد وتبدأي تمشي بيها على، بلاش من الايد عشان مش هتتمكني منها، امسكيها من نفس السلاح بس طبعا من الجنب البارد، ومشي الشرشرة بتاعتها دي على التورتاية، هتديكي نفس النتيجة بتاعت السكرابر بالظبط. هيطلع معاكي بقى نساوي الجوانب كده علشان لما نيجي نقفل على الوش، شيل بس الزيادات دي كده. بس حابة اقولك وانت بتشتغلي اهم حاجة خلي قلبك جامد، طول ما انت قلبك جامد كده ومش قلقانة تطلع معاكي بصي اظبط تورتايه هتعمليها في حياتك. هساوي بس الجوانب بتاعتي كده، وامسح بقى البورد بتاعي كويس. ولو الجو حر دخليها التلاجة، مهم جدا لو الجو حر ما تكمليش شغل، دخليها التلاجة وبعد كده طلعيها كملي تقفيل فيها. انا دخلتها التلاجة بصراحة شوية عشان الجو كان حر جدا، وطلعتها كان عندي نوتيلا مخفاها بشوية كده من الزيت، حطيتهم في كيس حلواني. وطبعا لو ما عندناش كيس حلواني نقدر نستخدم اكياس التلاجة، لكن انا هقولك على فكرة حلوة في كيس الحلواني موجودة دلوقتي، في كيس ب6 جنيه اسمه كيس متعدد الاستخدامات، تقدري تجيبي منه كيس او اتنين تستخدميه، وبعد ما تستخدميه بتغسليه غسلة كويسة وبعد كده تسيبيه ينشف وتستعمليه مرة تانية. هنيجي بقى بعد ما عملنا كل الدريبات النقط اللي نازلة بتاعة النوتيلا بنفس الشكل كده، عندنا مشكلة الروزيتات. كلنا دلوقتي عندنا اقماع موجودة في البيت، واكترهم قمع البيديفور. تعالي في قمع البيديفور، انا دلوقتي بستخدم قمع النجمة، فبلاش نقول قمع النجمة، قمع البيديفور او اي قمع عندك هيديكي نفس الشكل. الشكل ده شيك جدا جدا جدا، هو عبارة عن سلسلة متواصلة ببعضها، لكن انا بعمله لكم بالراحة. هتقدري تعمليه اللي هو شكل علامة الاستفهام المقلوبة. بصوا كده بكل سهولة، انا ممكن انا اعمله كسلسلة متواصلة ورا بعضها ما اقفش لحد ما اخلص، لكن انا حابة ان هو يكون قدامكم واحدة واحدة بنفس الشكل كده. بصوا شكل مرتب وشيك جدا. هنا انا قسمتها نصين كده، مش قسمت، انا عملت خط عشان اقسم امشي عليه واعمل روزيتات اقسمها نصين، وابدا ان انا اقفل بقى. طب هتقولي لي ليه ما حطيتيش النوتيلا تحت الروزيتات؟ بص عايزه اقول لكم الروزيتات طول ما فيش تحتها ولا نوتيلا ولا شوكولاته بتثبت ثبات رهيب. لو حطيتي تحتها نوتيلا او شوكولاته طبعا محتاجه ان انت تدخلي التورتايه التلاجة فتره طويله، كل ده يتماسك، عشان لو حطيتي روزيتات عليهم ممكن مع الحر تسيح وتقع. فالأأمن ما يكونش فيه تحت الروزيتات حاجة زي ما احنا عملنا النهاردة كده. انا حطيت نوتيلا في كيس حلواني برضو، ورحت ايه مالية كل النص ده كده بالنوتيلا. لو هتحطي بقى زي ما انا حطيت كده، افتحي كيس الحلواني فتحة صغيرة خالص علشان الصوص او النوتيلا اللي انت هتستخدميها ما يبهدلش معاكي الدنيا.
هعمل بقى نفس الروزيتات على الجوانب بتاعه التورتايه من تحت علشان بيديها شكل شيك قوي. انا بقى مقلقه ومش عارفه اعمله، ممكن شويه كريسبيهات، شويه مكسرات، شويه فول سوداني، وتعمليهم تطحنيهم وتعمليهم على الجوانب من تحت، بيدي شكل شيك جدا برضو للتورتايه. تعالي بقى لتقطيع الفاكهه، مش هقولك قطعي عشوائي، لكن هقولك على حاجه. لو هتقطعي فراوله هتقطعيها 5 قطع بالظبط. الفراولايه بتجيب معاكي 5 قطع بالظبط، بسكينه تكون حاميه، وابداي قطعي الفراوله بتاعتك 5 قطع، تطلع معاكي مظبوطه جدا. انا عندي فراوله وعندي كمبوت خوخ واناناس. آه اي فاكهه موجوده عندك، بس لو موجوده في الفريزر ضروري جدا تقطعيها وهي متجمده وتحطيها في مصفى، وتسيبيها تنزل الميه اللي فيها عشان ما تسيلش على التورتايه بتاعتك ويبقى شكلها مش ظريف. يعني الكمبوت ده انا بقطعه وهو متجمد، وبعد كده بقوم حاطاه في مصفى واسيبه ينزل بقى كل ميته علشان اشتغله وهو كده ايه صافي، ما ينزلش معايا اي ميه على التورتايه. بصوا انا رصه سهله وبسيطه جدا، يعني عباره عن ايه كده صفوف ورا بعضهم تديني شكل جميل ومرتب. وبعد كده جبت فراولايه بالعنقود الاخضر بتاعها، قسمتها نصين وحطيتها خلف خلاف كده على الحرف بتاع التورتايه. لكن طبعا هنستخدم فاكهة، يبقى لازم نستخدم جيليو التلميع الشفاف ده علشان ما يبهدلش التورتايه بتاعتنا او الفاكهة ما تسمرش معانا. كمان ده جيلي تلميع شفاف موجود عند مستلزمات الحلواني، في منه اكياس، كيس نص كيلو. تقريبا الكيس دلوقتي بقى ب25 جنيه، هو غالي كتير يعني. هتجيبي الكيس وتحفظي الصوص ده في التلاجة. يعني انت اول ما تبداي تعملي تورتيه تبداي تجيبي الحاجات بتاعتك بقى دي وتعينيها في التلاجة. تعالوا بقى للجنب بتاع النوتيلا ده ندلعه دلع محترم. انا جبت لها هنا بسكوتة الكابر الكبيرة شوكولاتة اسفة الكابر الكبيرة، وجبت بقى حاجة ايه روعة بصراحة يعني التورتايه دي. تعالي بقى لما تيجي تحطي الشوكولاته بتاعتك، مهم جدا ان انت تقومي فاتحه مكان الشوكولاته بالسكينه عشان تنزل معاكي بسهوله كده وبسلاسه، وما تبهدليش معاك مع الدنيا معاها. بص انا كنت محتاره جدا احط ايه فين واعمل ايه، لكن في الاخر توصلت بقى ان هما جم معايا بنفس الشكل ده في منتهى الشياكه. بصراحه انا كنت شايفاها تورتايه شيك قوي. مش عارفه انتوا رايكم بقى فيها ايه، بس هي سهله وبسيطه. لو جربتي ان انت تعمليها ان شاء الله تنجح معاكي جدا. بس زي ما قلتلك ما تقلقيش، خليكي دايما قلبك جامد. انا بقولكم ما تقولوش، عشان انا كنت من الناس اللي بقلق جدا لما باجي اعمل حاجه زي كده. لما سمعت النصيحه وجمدت قلبي الحمد لله بدات اشتغل زي ما انتم شايفين شغل نوعا ما حلو. في ناس طبعا احلى واحلى 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 بكتير، لكن الحمد لله ان انا قدرت اوصل للمراحل دي. ايه رايكم بقى في التورتيه بتاعتنا؟ حاجه شيك وسهله وبسيطه جدا. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني، واتمنى ما تنسوش بقى تقولي رايكم في التعليقات. باي باي.